تيجي اقولك ازاي لما يكون عندي عزومه بقدر احضر 3 اصناف اكل في دقايق معدوده وفي خطوه واحده. بصي بقى يا ست الكل، انا بملى حله الضغط الافغاني الانتيكه اللي كانت حلم من احلام حياتي دي ميه مغليه، وانزل فيها باي نوع لحمه متوفر عندي. انا المره دي استخدمت اللحمه الضاني، وابتدي اضيف للحمه بصلايه بيضه عشان ما تغمقش الشوربه، وطماطمايه، وكم فص توم، وقرن فلفل، كم قطعه جنزبيل فريش، وبعدين نحط مستكه وحبهان وقرفه وقرنفل ونجمه ينسون وكم شعره زعفران وفلفل اسود مع جوز الطيب. ما تغيريش حاجه في توليفه الخضار مع توليفه التوابل دي عشان تاخدي طعم شوربه يجنن، ياخدك على طول للاكل الخليجي. غطي الحله واضغطيها كويس جدا بالشكل ده، ويلا بينا على النار 7 دقايق بالظبط من بعد سماع صوت الصفاره، وطفي النار وبالراحه خرجي البخار. افتحي الحله بتاعتك بقى كده بمنتهى الامان، وشوفي لي اللحمه الدايبه دوب دي، حاجه كده اشبه بالسحر. وفي اثناء ما اللحمه كانت بتستوي بعجن عجينه عباره عن دقيق كامل الحبه او دقيق بر مع شويه ملح وميه وبس كده. بفردها كويس واقطعها بالشكل ده. باخد شويه من الشوربه المتحبشه الحلوه دي على جنب عشان هعمل بيها صنف جديد كمان شويه. اما باقي الشوربه اللي بتتبقى في الحله فبحط لها طماطم معصوره مع معجون طماطم، وانزل بخضار متقطع كبير كده، ودي خطوه اختياريه. احطهم على النار، ولما يبقوا داخلين على سوا بنزل بالمرقوق او المرجوج على راي اخواتنا الخلايجه. يستوي المرجوج ويتشرب صلصه ونكهات تجنن كده اهو، اشيله على جنب. هنزل بقى فوق الشوربه المتحبشه بالطماطم والصلصه والخضار والحاجات دي بالمكرونه، وده لاني هعمل وصفه تانية. هسيب المكرونه تبقبق جواها كده عشان يبقى اسمها ايه؟ ايوه بالظبط زي ما قلتوا كده. المشكله بس اني حبيت اظهر لكم بطلعتي البهيه، ويا ريتني ما عملت كده. على ما لبست كانت المكرونه شربت كل السوائل اللي موجوده، فنصيحه مني ما تعملوش زي كده، هي لازم تتغرف وهي غرقانه في صوصها زي ما كانت في الحله كده بالظبط. بس ما علينا، يشفع لي ذوبان اللحمه ولا الريحه والطعم. بصوا اللحمه دايبه دوب ازاي. ناخد بقى مرجوجة من المراجيج ونحط فيها حتة لحمة ملبسة، ويا لهوي يما على الطعم، هي ما تتقالش غير كده. فاكرة بقى شوية الشوربة اللي شلناهم على جنب؟ دول تسقطي لي فيهم شوية رز بسمتي مع شوية كركم وكاري ولومي عماني، وتفرجي لي بقى يا ست الكل على الجمال. كده تبقي انجزتي عزومة كاملة في وقت قياسي، والسر كله في صاحبتي الجديدة دي. الحلة دي سحر بالمعنى الحرفي يا جماعة، بتسوي الأكل في دقايق معدودة، خامتها تقيلة جدا ورهيبة في توزيع الحرارة، وده بيدي للحمة طعم مش طبيعي زي الطعم اللي بتاكليه في أفخر وأجمل المطاعم الخليجي. على فكرة بقى الحلة دي كانت حلم من أحلام حياتي، شكلها أنتيكة كده وكانت بتجنني لما أشوفها في الفيديوهات، بس ما كنتش عارفة أجيبها منين، لحد ما لقيت جروب صاحبته الجميلة بتبيع كل أواني الطبخ والأجهزة المنزلية المخفية بالمعنى الحرفي وبأسعار ولا في الأحلام، كأنها ساحرة وبتقولك شبيك لبيك. تقدروا تتواصلوا معاها من خلال اللينكات اللي هسيبها لكم في الكومنتات دي، وانجوي بقى منتجات ولا في الأحلام وأسعارها تبهركم. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك، بيقول جبران خليل جبران في إحدى روائعه: فلتقع بالحب مع شخص يرى أن حزنك مصيبة وفرحك مسؤولية واحتواءك واجب، أو عيش وحيدا. واعتبريها رسالتي ليكي النهاردة. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة جميلة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهائي.